نبدا علم النفس الفسيولوجي بالدماغ. الدماغ مش مجرد كتله جوه راسنا، ده المركز الرئيسي للتحكم في كل حاجه بتحصل في جسمنا، من اول ما نصحى الصبح ونقرر نشرب فنجان قهوه لحد ما نقوم من على الكنبه ونتحرك، كل ده بيبدا من الدماغ. الدماغ فيه مناطق متخصصه لكل وظيفه، منطقه التحكم في الحركه، منطقه للاحساس، ومنطقه حتى للمشاعر والتفكير. بمعنى تاني دماغك هو المدير اللي بيدير كل حاجه في حياتك، وده اللي بيدرسه علم النفس الفسيولوجي. طب لو فكرنا في دماغنا من منظور جيولوجي، ممكن نقول ان زي الارض بالظبط. تخيل ان عندك قشرة خارجية، دي القشرة بتاعت المخ المسؤولة عن التفكير الواعي والتخطيطي، وتحت القشرة دي في طبقة اعمق زي ما في الطبقة السفلية في الارض، دي بتكون مسؤولة عن العمليات اللي بتحصل تلقائيا زي التنفس وضربات القلب الطبيعية. وكمان في مناطق جوه الدماغ ممكن تقول انها زي البراكين، مستعدة تنفجر في لحظة لو حاجة خليتها تعمل إثارة، زي ما بيحصل لما تكون غضبان أو متحمس جدا. يعني دماغك فعلا زي الأرض، مليانة طبقات وتفاعلات شغالة على طول الوقت.